السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض احلى نابت ان شاء الله. زي ما انتم شايفين ده كيلو فول. انت تجيبي كيلو، تجيبي نص، تجيبي اكتر براحتك. بلاش تجيبي الغامقه حبيبه قلبي اللي هي زي بتاعه اللي بناكلها للحمام لا مؤاخذه، لا بنجيب البيضه الحلوه الكبيره دي. شايفين؟ بنطلع اي حاجه بقى بايظه زي كده، اي قش، اي طوب، اي الكلام ده كله برميه. وبعد ما انقيه بغسله كويس جدا 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 زي ما انتم هتشوفوا كده. غسلته كويس وغمرته في ميه كتير اهي. هنقعه في الميه دي 24 ساعه. بكره في نفس الميعاد كده، يعني مثلا هبص عليه، يعني النهارده لو الساعه 2 يبقى بكره الساعه 2، الساعه 12 يبقى ايه تاني يوم الساعه 12، يبقى 24 ساعه يعدي عليه وهي في الميه كده. زي ما انتم شايفين عدى عليه 24 ساعه، يعني يوم كامل. بصيت لقيته بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين الحبايه باشت ونفشت وطريت وشربت ميه خلاص ما شاء الله. هغسل الميه دي واكبها، اصفي الميه دي واكبها واشطف الفول وارجع لكم. تمام، يبقى الاول بنقيه واشطفه ونقعه في ميه لمده 24 ساعه. بعد كده بقى تجيبي شاشه نظيفه او فوطه او ملايه، اي حاجه عندك نظيفه وتحطيه فيها لمده 12 ساعه. بصوا حبايب قلبي كده انا قعدته، حطيت الفول في القماشه دي 12 ساعه بحالها. تمام، اهو بقى بفضيه قدامكم. بصي دوبك عدى بس 12 ساعه بعد ما حطيته في الفوطه لاول مره. بصوا الله اكبر، بص التزريعه ظهرت وبانت اهي. اظهر وبان عليك الامان، بسم الله ما شاء الله. شايفين تزريعه لسه صغيره. انت بقى في ايدك تعمليه دلوقتي ماشي، عايزه تزرعيه اكتر واكتر ماشي. لا انا هزرعه بقى مع بعض يا دوبك، بس هنحطه في شويه ميه كده يعني لمده دقيقه كده، يعني نديله دش كده. تديله دش كده عشان هو ايه يتهوى كده وياخد نفسه كده، ونديله دش ونصفيه واحطه في الفوطه لمده 12 ساعه كامل. هرجعه في القماشه تاني زي ما بقول لكم. نعمل الحركه دي كده مرتين 3 في اليوم. تمام، تعملي الحركه دي اللي انت تشطفيه في شويه ميه وبعدين تشيليه في الفوطه او في القماشه لمده ايه يعني 3 4 مرات في اليوم. بصوا بقى الله اكبر الله اكبر بقى، طلعته لكم. بصوا يعني ده بعد يومين يا حبايب قلبي. او بصي صفيه بقى، صفيه وحطيه في اكياس في الفريزر، ووقت ما تعوزي طلعي واعملي. لو انت مش هتعملي انا هعمله طبعا دلوقتي معاكم، بس انا بتكلم لو انت عايزه تخزنيه في الفريزر هتصفيه وتحطيه في اكياس وتحطيه في الفريزر. عايزه الزلومه بتاعته تبقى اطول من كده، يعني الزلومه دي عايزاها تبقى اطول من كده، هتعملي الموضوع ده تاني. انت تصفيه في شويه الميه وتبليه كده لمده دقيقه ولا حاجه، وبعدين تحطيه في الفوطه تاني، تحطيه في اي مكان على جنب او في التلاجة براحتك. هتبصي تلاقي الزلومه طولت اكتر من كده. بصوا جميل ازاي. انا متهيألي شايفه المقاس ده حلو قوي قوي. انا مش عايزه قلبها من جوه يطلع بره، انا عايزه استفيد بالفوله برضو وانا باكلها. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين احلى نابت. بصوا بقى ميه بتغلي على النار، اهم حاجه الميه تكون سخنه او بتغلي، يعني مش لازم بتغلي قوي بس تكون سخنه. ونفضي فيها الفول. وطبعا كل ايه اول ما تغلي هتطلع ريمه نشيلها. كل ما تطلع ريمه نشيلها. دول 3 ليمونات كبار عصرهم، 3 ليمونات كبار عصرهم عشان ما يغمقش، يعني عشان الفول ما يغمقش. تمام، انا عصرهم وحطهم ايه 3 ليمونات اول ما يغلي على طول الفول. طبعا عشان انا عامله كيلو فحطيت 3 ليمونات. تمام، وطبعا عشان برضو عامله كميه كبيره فانا هحط بصلتين مش بصلايه واحده يعني. بس عايزه تقطعيهم 4 ماشي، عايزه تعملهم زي ما انا بعملهم كده بقطعهم بس مش للنهايه، عشان لما احب اطلعها بسهوله ما يبقاش ايه البصل ايه يعني دايب في كل حته كده مع الفول، وعشان واحنا بنشرب ما حدش يتضايق من البصل يعني، لان مش كله بيحب اكيد البصل المسلوق يعني. اول ما غلي هوطي النار واسيبه ربع ساعه على نار هاديه. اول ما غلي وشلت الريمه هسيبه ربع ساعه على نار هاديه، وبعد ربع ساعه هدوقه واشوف. لو حطينا كمون من دلوقتي مع الغليان فتره طويله لما الكمون هيمرر، فمش هحط الكمون ولا الملح ولا الشطه دلوقتي. الكزبره طبعا بتتعمل مع التومه في الكزبره اللي بتطش بيها بقى، لو انت عايزه زيت او سمنه او الكلام ده كله. هنشوف الخطوات دي واحده واحده، خليكم معايا. يبقى زي ما قلت لكم كده هنوطي عليها اول ما غليت كده، هنسيبها ايه وعلى النار هاديه كده لمده ربع ساعه، وبعدين نختبرها كده تدوسي عليها تاكليها ببقك هتلاقيها طريه طبعا ومستويه زي الفل. الله الله اكبر كده بقى لقيناها خلاص بقى. الله الله الله. ما بتحبيش البصل شيليه، بتحبيه حطيه في الطبق وكليه عادي بألف هنا وشفا. زي اللحمه لما بنسلقها، عندنا ناس بتحب البصله تاكلها وفي ناس لا، فكل واحد دي ايه يعني اذواق في الاكل يا حبايب قلبي. بصي بقى طبعا عشان سخنه مش قادره اضغط لك عليها، بس بصي كده تقريبا خلاص ناقص لها السنه، فهعمل لها التومه بقى. هعمل لها التومه بتاعتها. بصوا بقى انا حاطه ايه سمنه كده في زي ما انتم شايفين. ناقص له السن بقى، نحط الملح بقى ونظبط الملح بتاعنا، شويه الكمون الحلوين دول، يعني ملح وكمون مش اكتر من كده. عايزه شطه حطي،
انا هحط شويه شطه صغيرين، اللي حابب بعد كده يحط في الطبق بتاعه يحط، عشان مش كله بيحب الشطه طبعا تقيله. اهو شويه شطه للي حابب. انت حبيبه قلبي لو مش حابه مفيش مشكله بلاش. طبعا عايزه تحطي زيت ذره او سمنه او زي ما انت عايزاه حطي. انا حاطه سمنه وهحط فيها معلقه تومه مفرزاها اهو. تمام. انت لو ما عندكيش دقي توم قشري ودقي. وعايزاه طبعا ما يبقى لونها ذهبي. مش عايزه احط طبعا الكزبره من دلوقتي، لان الكزبره لو حطيتها من دلوقتي هتدي لون بسرعه والتومه تكون لسه نيه، فلا لا انا هستنى لما لونها يبقى ذهبي كده واحط ايه الكزبره. بصوا بقى، دول اللي كنا بنجيبهم من 10 ب 10 جنيه، دلوقتي التمانية ب 10 جنيه. عيش ملدن من الفرن. لو ما عندكيش بقى عيش ملدن تكسريه كده عشان تفتي فيه، هاتي عيش البلدي بتاعنا الجميل وقطعيه بسكينه بايدك بمقص براحتك خالص، وحطيه كده في الفرن تحت الشوايه وقلبي بيه كل شويه من غير ماده دهنيه ولا اي حاجه لغايه ما ينشف ويتحمص ويبقى حلو. بس انا بما اننا عندنا فرن في بلدنا بتبيع العيش الملدن بنستسهل ونجيب عيش ملدن نعمل بيه الفته زي ما عملنا مع بعض قبل كده، نعمل بيه النابت زي ما انتم شايفين. اي فته محتاجه عيش. ساعات بناكل بيه الجبنه بيبقى حلو قوي. حطيت شويه كمون وشويه كزبره وشويه ملح على التومه زي ما انتم شايفين كده قبل ما تخش التومه على لون ذهبي. لو سمنه بلدي كمان يا سلام، تحسي كده ان انت بتاكلي كده حاجه تحفه كده كمان. يعني انتوا عارفين السمنه البلدي بقى بتدي طعم حلو قوي لكل حاجه، زي ما بتعملي طشه الملوخيه بالظبط حبيبه قلبي كده. خلاص احنا طفينا على النابت بقى، او يعني ايه يعني ناقص له سنه زي ما قلنا. هنحط التومه كده وتقليبه كده، يعني تقليبه كده اهوت مع بعض، التومه بقى مع النابت ونطفي عليه. يعني انا كده موطيه النار خالص خالص خالص، هسيبه دقيقه كده بس التومه كده اهو مع النابت، واطفي عليه واغرف بقى براحتك. عايزه تاكليه من غير تومه برده براحتك جميل وحلو. عايزه بقى احنا بنحبه كده عشان بنحب نفت فيه، تحطي في طبق وتاكلي ماشي، تحطيه مع عيش زي ما هنعمل كده. بصوا العيش، كسرت العيش اهو. مش هنغطيه شوربه طبعا عشان ما يدوبش قوي ويتعجن، لا احنا يعني في البايركس كده او في الصينيه او في الطبق اللي انت هتحطي فيه. دول ما شاء الله 4 ترغيفه حاطين عليهم زي ما انت شايفه كده ميه النابت. ما وصلناش للاخر، هي هتشرب العيش رقيق ومش مستحمل. ممكن نغطيه زي الغطا بتاعه علشان يعني العيش يطرى مع السخونيه. وحطيت على الوش كده شويه فول كده للتزيين. وفي الطبقين التانيين حاطه زي ما انت شايفه، اللي بيحب بالشوربه واللي بيحب من غير عيش خالص. يعني دولت ابص الشوربه رايقه وجميله. عايزه تحطي ليمون شطه براحتك. الله اكبر الله اكبر، طعمه وجميله واكله اقتصاديه وتغيير. البيوت زهقت من الاكل المعتاد. الحاجات دي احنا بنحبها وبنبقى يعني بنعملها كل فتره كده فبنبقى مشتاقين لها. بص العيش معجنش ازاي جميل، الله اكبر. يعني اكله مغذيه ومفيده وطعمه وتغيير والف هنا وشفا على قلوبكم ويا رب. يعني زي ما شايفين هنا حاطه فول بس مش حاطه شوربه اللي عايز فول بس، وهنا حاطه بالشوربه وهنا حاطه بالعيش. اللي مش عايز البصله زي ما قلنا نشيلها مفيش اي مشكله. يا رب لو عجبتكم الاكله السهله البسيطه الجميله بتاعتنا دي اللي ما فيهاش اي افتكاسات وما فيهاش اي يعني تعب وما فيهاش اي مجهود وطعمه وجميله. ما تنساش تدوس على الاشتراك لو اول مره يشوفنا، واللايك اللي بيرفع الفيديو بيخليه شايف. انا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.